السلام عليكم. اهلا. ايه رأيكم نعمل مع بعض النهاردة احلى واطعم صينية فراخ بالبصل المكرمل؟ هتعملوها. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. الوصفة دي بتحتاج بصل كتير، يعني لو هتعملوا كيلو من الفراخ يبقى قصاده كيلو من البصل. هنقطعه جوانح بالشكل ده كده، وبعدين هضيف عليه فلفل، ممكن فلفل سبايسي او فلفل بارد على حسب ما تحبوا. وهحط عليهم كمان طماطمايه صغيرة مقطعة مكعبات، ربع كوباية من الزيت، فصين من التوم المفرومين، معلقتين كبار من الكاتشب. كمان هحط للتوابل معلقة صغيرة من السبع بهارات، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة عليها شوية من الشطة. كمان بهارات صحيحة، ورق لوري وحبهان وقرفة. واخر حاجة هحطها في التوابل هو الملح. كمان هحط مكون هيخلي الوصفة دي في حتة تانية خالص، وهو معلقة كبيرة من دبس الرمان، وما تستغنوش عنه لانه بيدي الاكل طعم رهيب ومزازة كده لذيذة جدا. وكمان هضيف نص مكعب من المرقة، وهندعك بقى البصل كويس جدا مع الاضافات اللي احنا حطيناها لحد ما كلهم يختلطوا ببعض وياخدوا من طعم بعض. في الصينية اللي هنحط فيها الفراخ هنزل بالخلطة اللي عملناها، ونفرد الخلطة كويس كده في الصينية من تحت. ونجيب الفراخ بعد لما غسلناها ونقعناها كويس في خل وملح وليمون، ونشفناها كويس جدا او صفيناها من المية، نرصها بالشكل ده كده. ولو تلاحظوا انا ما حطيتش الخلطة كلها تحت الفراخ، انا سبت شوية كده علشان اتبل بيهم الفراخ من فوق. نمسك قطعة الفراخ ونفتح الجلد بالشكل ده كده ونحط الخلطة جواها. والخطوة دي بتطعملي قطعة الفراخ ولحم الفراخ كويس جدا، وبتخليها شاربة من الصوص بتاع البصل، وبتخليها كده مسكرة وطعمها جميل جدا. وبعد ما تبلنا الفراخ كلها كويس بالخلطة بتاعتنا، اخر حاجة هنحطها على الوش معلقتين من الصلصة الكبار، عليهم شوية من الفلفل الاسود وشوية من الكمون، وهندهن بيهم وش الفراخ بالشكل ده كده. الفراخ مش محتاجة اي مية خالص، فمش هنحط لها مية، هي كده كده فيها خضار، فيها بصل وطماطم وفلفل، فدول هينزلوا ميتهم، وكمان الفراخ هتنزل ميتها، المية دي هتسوي الفراخ وهتبقى زي الفل. هنغطي عليها بقى بورق زبدة وورق فويل، ولو عاملينها في صينية مدورة اي غطا حلة عندكم كبير شوية يغطي الصينية وتحطوها في الفرن. هنحطها على الرف اللي في النص، هتاخد من 45 دقيقة لساعة على حسب حجم الفراخ اللي عندكم. وبعد ما يعدي على الفراخ في الفرن 45 دقيقة هنشيل الغطا ونشوف اذا كانت الفراخ استوت تمام. خلاص هنشيل الغطا خالص، وبعدين نولع الشواية من فوق تاخد اللون ووشها يحمر بالشكل ده كده. مش قادرة بقى اوصفلكوا حرفيا قد ايه الريحة كانت رهيبة وهي لسه في الفرن. بجد من احلى وصفات الفراخ اللي هتجربوها. تقدروا بقى تقدموها مع عيش، هتبقى حلوة جدا مع العيش، وكمان تقدروا تقدموها مع رز بشعرية. الاحمر اللي في الفنجان الصغير ده الصوص اللي كان نازل من الفراخ. انا هسميها وصفة الكسلانين لانها منجزة جدا للوقت وما بتاخدش اي مجهود مننا خالص، والنتيجة بجد بتطلع حرفيا لذيذة لذيذة ومش طبيعية. خصوصا بقى البصل المكرمل المسكر معاها ده، هو ده بقى البطل بتاع الوصفة اللي مخلي الوصفة خطيرة. الفراخ حرفيا دايبة ومستوية وطعمة طعامة، مش قادرة اوصفلكوا قد ايه هي كانت طعمة. جربوها بقى بالطريقة دي هتعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسونيش في اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.